السلام عليكم، مساء الخير للناس اللي عندهم مساء، وصباح النور للناس اللي عندهم صباح. أنا آسف جدا على الانقطاع الفترة الماضية، لكن بإذن الله هذه المرة راح نرجع كيف تصور من جديد وبقوة. اليوم عندنا ورشة جديدة راح تكون كيف نصور منتج. في عندنا أدوات بسيطة خلينا نتعرف عليها، ثم بعدها نرجع لكم من جديد علشان نتكلم بالتفصيل. وش هي الأشياء اللي نحتاجها في كيف تصور اليوم؟ الأشياء اللي نحتاجها أول حاجة إضاءة يعني فلاش. الشيء الثاني نحتاج سطح نصور عليه لون أبيض أسود أخضر بني، اللون اللي تبغاه واللي يناسب المنتج أهم حاجة. الشيء الثالث اللي نحتاجه خلفية. الشيء الرابع نحتاج الكاميرا. طبعا أصدقائي الحين راح بإذن الله راح نبدأ بالورشة، لكن خلينا نشوف إيش اللي نحتاجه اليوم. تمام، نحتاج خلفية بيضة، نحتاج المنتج اللي راح نصوره، نحتاج كاميرا، نحتاج الامبريلا هذه والسبيد لايت. طبعا لا تلتزم بالاشياء اللي عندي، لكن حاول انك تسوي زيها مبدئيا علشان تتعلم، ثم بعدها انطلق بالاشياء اللي انت تحبها والاشياء اللي تبغاها واللي تناسبك انت. يلا خلينا نشوف الورشه. طبعا يا اصدقائي هذه الورشه اللي استخدمتها اليوم، لو تلاحظوا معايا هنا الاشياء مرتبه بالطريقه اللي انا حبيتها. مو بشرط انك تلتزم بهذا الترتيب، لا، ممكن تتغير الترتيب براحتك. برضو الخلفية ممكن تغيرها الشيء اللي يناسبك على حسب المنتج. مثلا لو عندنا عطر ما ينفع نحطه بالإضاءة البيضة أو الخلفية البيضة، أبدا ما ينفع. طيب الكاميرا اللي استخدمتها اللي هي 550 دي نشوفها عن قرب، والعدسة اللي استخدمتها اللي هي 50 1.8، والفلاش اللي استخدمته اللي هو اليونغون سويت له شرح موجود بالقناة. واستخدمت برضو الأمبريلا علشان تعكس الضوء هنا ويصقع هنا مرة ثانية ويصير المنتج جدا واضح. الإعدادات اللي استخدمتها اللي هي فتحة العدسة 3.2، والشتر اللي هو سرعة الغالق 1/80، والايزو خليته 100. ما احتاج ارفع الايزو لانه عندنا فلاش. وبرضو انا راح استخدم اللي هو الراو، صيغة الراو. ما يحتاج اني الوايت بالانس، هذا الوايت بالانس ما نحتاجه لانه انا جالس استخدم صيغة الراو. برضو لو عندك نفس الفلاش اللي عندي اللي هو يونغون لازم نستخدم نفس هذه الاعدادات. كيف الفلاش ينور مع الكاميرا؟ في عندنا تريجر هنا مرسل اللي هو هذا محطوط فوق الكاميرا، يرسل اشارة للتريجر اللي تحت الفلاش، ثم الفلاش يعطينا نور. لا نجرب كذا، نضغط هنا ضغطة يعطينا ومضة. نجرب. ممتاز. طبعا في البداية قبل ما ابدأ اصور ارتب. اول حاجة لازم عندنا نرتب المنتج، ناخذ الاشياء. عندنا منتج اللي هو صلصة اللي هي طماطم، عندنا الطماطم نرتبه بشكل معين. خلينا مثلا شيء بالخلفية زي كذا. لو تلاحظوا معاي خلينا توزيع الإضاءة زي كذا. ليش؟ علشان النور يرصقع هنا ويرجع على هذا المكان حق التصوير عشان تصير المساحة أو المنتج يعني واضح جدا. أما بالنسبة للزاوية فأنت اختار الزاوية المناسبة، مثلا زي كذا، سوي زوم. الزاوية تشوفها أنت مناسبة صور فيها. طيب بعد ما خلصنا الورشة الآن خلينا ننتقل على الجهاز عشان نختار الصور اللي صورناها، لأنه صورنا صور جدا كثيرة اليوم ونبدأ نعالجها في برنامج الفوتوشوب. خلنا نروح على الجهاز. طيب يا أصدقاء هنا في مرحلة المعالجة راح نختار الصورة اللي نبغاها. نضغط كذا مسطرة ونشوف إيش الصور اللي طلعنا فيها أفضل شيء. هذه لا، هذه الصورة اللي نبغاها، هذا الرقم حقها فوق، ونروح نختارها في صيغة الرو اللي هي فين راحت فين اللي هي هذه. تمام، نضغط كذا عليها ضغطتين حيودينا مباشرة على الفوتوشوب. ننتظرها لما تفتح معانا. جاب لنا اياها بصيغة الرو. نكبر الصورة شوية، عاد نبدأ نتحكم بهذه الاشياء، نغير الوايت بالانس مثل ما نبغى. وهذه هي فائدة الرو. شايفين شلون؟ نخليها نفتح الالوان من هنا اول حاجة. الحين نضغط open image. ما راح نعالج على هذه لانها جدا كبيرة، لكن راح نضغط كنترول ان او كوماند ان او من فوق فايل نيو، نختار الاسم منتج، نختار هذه المقاسات اللي نبغاها، مثلا مقاس 1920 في 1280.
الدقة نخليها مثلا 150، ما في أي مشكلة. بالنسبة للبت هذه صيغة الألوان كل ما تكثر كل ما كانت الألوان أكثر في الصورة، لكن خليها 16 بت ما في مشكلة لأنها صورة عادية. تمام. الحين نجي نسحب الصورة اللي نبغاها، نضغط شيفت ونسحب الصورة على الحقل اللي نبغاه. لو تلاحظ جدا الصورة صارت جدا كبيرة، نضغط كنترول تي ونصغرها شوية على المقاس اللي نبغاه، مثلا كذا. لا ما ينفع. تمام، خليها كذا، نعدل بس التوازن كذا. جدا جميل، صار عندنا منتج رائع. الحين لازم نعالج الألوان، نعالج مثلا لو في أخطاء مثل هذه نحذفها، نحذف هذه، نحذف هذه، نحذف الأشياء كذا الفقاقيع. أول شيء نكرر الصورة كنترول جي، أو إنك تسحب الصورة كذا على هذا الخيار حيتكرر معانا الصورة. نختار من القائمة اليمين اليسار للشاشة على الشاشة، نختار أداة اللصق أو لصقة اللي تروح ذي، نحدد كذا، نجرب تضبط. لا ضبطت شوية لكن نكبرها شوية. وإذا حاب من نفس الكيبورد اضغط دال وذال، وإذا عندك كيبورد الماك اللي هو التي والجيم. طيب هنا في حاجة ما نقدر نعدلها بهذه الأداة اللصقة. مثلا لو نجرب زي كذا حيكون واضح انه معدل، فراح نستخدم أداة الختم، نصغرها شوية ونضغط هنا في المكان الأبيض، لكن قبل ما نعدل نخليها مثلا 100%. ناخذ من هنا اللون الأبيض الفاقع، نسحب، نضغط على الألت من الكيبورد، بعديها نسوي كذا، نضغط ألت وناخذ عينة، يعني نضغط ألت وناخذ عينة من هنا، ثم بعدها نجي نسوي زي كذا. الآن الطريقة هذه فين كيف تسمعنا ضبطات. تمام كذا الآن هذه أفضل للمعالجة. طيب بعد ما خلصنا الآن بإزالة العيوب والتشوهات اللي ما نبغاها، الآن نضبط الظلال، نعيد رسمها زي الآن زي كذا. نسوي طبقة جديدة ونحط على السوفت لايت، نختار أداة الفرشاة أو نضغط حرف بي من الكيبورد. الآن نجي من فوق من عند من أعلى على الفوتوشوب، نخلي القيمة مثلا 30 أو 25، ونصغر الفرشاة شوية ونختار اللون الأسود. نعيد رسم الظلال اللي هي هذه اللي هنا، يعني الظلال تعطيك منظر جمالي أكثر للمنتج. مثلا هنا وهنا برضو الأشياء اللي فيها ظل نعيد رسمها. مثلا هنا برضو هذه الألوان، لون الطماطم نعيد رسمه من هنا برضو. أي منطقة فيها ظل نعيد رسمها. بعد ما خلصنا رسم الظلال نجي نختار اللون الأبيض، نعكسه من هنا، نخلي الأبيض فوق، أو عن طريق الكيبورد نضغط حرف إكس حيتبدل معنا تلقائيا. ونبدأ برسم اللون الأبيض على الانعكاسات البيضة مثل النور الفلاش هنا. الآن من فوق من الويندو نختار الادجستمنت، نختار الخيار هذا اللي هو فين راح، اللي هو هذا. أيوة هذا الخيار تقدر تغير منه الوايت بالانس بس بشكل خفيف ولطيف. برضو نرفع الإضاءة هذه حقة التباين جدا عالي، نغير شوية. طيب بالطريقة هذه حصلنا على المنتج، لكن قبل ما نقفل العمل لازم نضيف اللي هو شعار المنتج، ونضيف برضو حدة للمنتج. نكرر الطبقات، نحدد كلها، نضغط على أول حاجة أول طبقة فوق، ثم نضغط من الكيبورد شيفت، ننزل تحت نضغط على آخر طبقة، مع الاستمرار بالضغط على شيفت نسحب هذه الأشياء ونحطها في الملف، ونكرر الملف بكنترول جي أو كوماند جي أو كنترول جي، ثم نضغط كنترول اي للدمج عشان ندمج الطبقات. لو تلاحظوا معاي الحين من فلتر نروح على شارب، ثم نضغط على انشارب ماسك، نختار الحدة اللي تناسبنا. شايفين شلون؟ يعني ما نضيف مرة حدة كبيرة، مثلا نخليها 53
57 60، هذه في حول هذا الرقم أو الحدة اللي تناسبك. تمام كذا. طيب الآن ممكن نختار شيء جمالي للصورة، نكرر نسوي طبقة جديدة، لاير جديد، ونختار الألوان. نضغط على من الكيبورد ألت، نضغط على الفرشاة معليش، نضغط من الكيبورد ألت، نختار اللون الأصفر ونكبر الفرشاة ونخلي قيمتها مثلا 17 أو 16. الآن نضغط كذا ضغطة صغيرة عشان تعطينا مثلا اللون الأصفر هذا. طبعا هنا نجيب الشعار حق العلالي ونسحبه هنا، طبعا جبناه من جوجل، نسحبه في نحطه في العمل حقنا مثلا كذا، او هذا الخيار يكون افضل. الشعر حقهم يكون بهذه الطريقة بالزاوية مثلا في اي مكان، على اساس نجيب مثلا يكون عندنا منتج احترافي بطل. تمام. الحين خلينا نشوف النتيجة اللي طلعنا فيها على الشاشة قدامكم. في نهاية حلقتنا اليوم أتمنى تكونوا استفدتم واستمتعتم، وأهم حاجة تورونا تطبيقاتكم. وأيضا اللي عنده سؤال أو استفسار تأكد أني راح أكون سعيد بإذن الله في الإجابة عليها في مواقع التواصل الاجتماعي، سواء انستغرام أو سناب شات أو تويتر، وأنا أفضل السناب شات. في النهاية لا تنسون تدعموني بالاشتراك بالقناة عشان توصلكم أو يوصلكم جديد الدروس. الشيء الثاني لا تنسون اللايك والنشر، لأنه بالنشر تعمل فائدة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.